الأول نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول بما إن ده المفروض أول فيديو ليا فخلينا ندي introduction بسيطة. المفروض إن أنا محمد وافي، أنا بحاول إني أعمل البرودكتس بتاعة الأكواريوم هوبي أو هواية أسماك الزينة بشكل محلي، بما إن أغلبها مستورد ومستورد بتكلفة عالية جدا. طيب، بما إن أنا من هواة البلانتد أكواريوم أو الأحواض المزروعة، فكان أول حاجة حبيت إني أبدأ بيها هي الأكواريوم أو الأكوا سويل، الاكتف سويل مثلا. ودي هي اللي انا عملتها. المفروض ان انا اخدت وقت طويل بدور في الموضوع عشان اعرف اني اعملها بشكل مثلا ما يخليهاش تتفتت في الميه. يعني هي دي محطوطه في ميه دلوقتي اهوت. حلو. لو اخدناها كده أهو، زي ما هي ثابته، ومعموله ان هي تفضل مده طويله زي ما هي من غير ما تتفتت. ف بعد ما جربناها بالشكل دوت، دلوقتي جه الوقت بقى عشان نقارنها بعد ما نزرع فيها. هيبقى عندي الأول دي الأكواريوم سويل أو الأكتف سويل اللي أنا عملتها، وهيبقى عندي هنا بقى جرش أبيض عادي خالص جايبينه من الحاج نجيب في اسكندرية. ما علينا، سلم على الحاج نجيب. المهم نبدأ إن إحنا نزرع الأول فيه. فأنا هستخدم لوجيا. المفروض إن دي هتبقى لوجيا، معايا فرعين لوجيا، فنزرع الفرع الأول هنا. تمام، بعد ما خلصنا زرع خلينا نبص على الزرع اللي موجود عندي. الاول انا عندي هيجروفيليا، مش عارف هيجروفيليا ايه الصراحه دي، بس ما علينا. عندي كمان زرخس، وعندي لوجيا، وعندي هيجروفيليا سانست الصنطوطه اللي هنا دي. انا حبيت ان انا استخدمها صغيره عشان خاطر اشوف هتكبر بسرعه قد ايه. عندي هنا برضو نفس السانست، نفس الهيجروفيليا والسرخس واللوجيا، كلهم تقريبا اطوال نفس الطول بتاعهم. نثبت الهيجروفيليا دي شويه الاول، وبس. المفروض ان احنا نبدأ دلوقتي ان احنا نحطهم بقى في المية. فنسمي الله ونبدأ. بسم الله. وكل حاجة اتنزلت. شت. طيب، بما ان هم عاموا تاني فنقفل الفيديو ونرجع بعد ما نثبته. وبس خلصنا الزرع حطيناه. عندنا سرخس، عندنا هيجروفيليا، مش عارف اسمها هيجروفيليا ايه، وعندنا الصنطوطة دي هيجروفيليا سانست، واللي ورا اللوجيا. المفروض ان انا استخدمت اطوال مناسبة. في شوية اختلافات، زي مثلا الهيجروفيليا اللي هي في الاكتف سويل بتاعتنا اصغر شوية من اللي موجودة في الجرش العادي، بس ما علينا. دينا كده كده هنشوف الفرق في الجروث او النمو بتاعتهم. لو احنا ركزنا هنا هناخد بالنا ان في بابلز كتيرة طالعة من تحت الاكتف سويل. طب ده ليه؟ ده بسبب ان الاكتف سويل دي المفروض ان انا اعملها بشكل يخليها فيها مسامات كتير جدا صغيرة، علشان خاطر المستعمرات البكتيريا مثلا اللي هي هتبقى بتساعد بشكل كبير جدا في الحوض عشان تعمل البايو فلتريشن او الفلترة البيولوجية عشان نتخلص من الامونيا وغيره وغيره وغيره. فبس كده. شوية معلومات إضافية عن الأكتيف سايد بقى. المفروض إن هي بتبقى بتوفر بشكل أساسي العناصر الغذائية للنباتات عشان ما يحتاجش أسمدة، لكن مش ده بس. المفروض إن في حاجات تانية، زي إن هي بتأثر على البارامترز بتاعة المية، زي ال ADA أمازونيا مثلا، اللي بتخلي المية أسيدك pH أو الأس الهيدروجيني عند 6، وبتشيل بعض العناصر الضارة من المية. حلو. وده بيبقى السبب اللي احنا بيخلينا نحتاجها عشان شريمب زي الكاريدينا وغيره وغيره وغيره. طيب، اللي انا عاملها لا، دي مجرد اكتف سويل حاليا عشان خاطر الزرع بس. هننزل بعدين ببرودكتس تانية. بس الاول احنا بنجرب البرودكت الاول. المفروض ان هو في المرحله التجريبيه، لو حد عايز يشتريه انا مرحب جدا. هيبقى فيه سعر رخيص عن العادي بتاعه، لان زي ما قلنا دي المرحله التجريبيه بتاعته. فانا مرحب لو حد عايز يجربه، يعني يقدر يبعت لي في اي وقت. طيب،
ليه أنا باستخدم الأكتيف سويل أو الأكواريوم سويل دي؟ بكل بساطة لأن هي بيبقى ليها شكل جمالي أحسن، بدل ما بنحط يعني بدل ما نحط تربة زراعية بعدين تحط فوقيها رملة، ويبقى عندك بقى البهدلة بتاعة الطين وأي حركة تبهدل الدنيا ومش عارف ايه. فبالتالي الأكتيف سويل بتبقى مفيدة أكتر. طب ليه عملتها بشكل محلي؟ بكل بساطة لأن المستورد زي ده وده وزي ده كمان أسعارهم مهولة، يعني زي ما قدامكم، والجنيه المصري بيعيط على جنب. المهم ده آخر الفيديو بتاعنا النهاردة. حابب أقول بس إن هيبقى فيه برودكتس تانية قدام، شبه تستات للمية، شبه الأملاح خاصة بالشريمس، شبه حاجات كتير جدا يعني. ولو حد عنده برودكتس معين هو حابه يقدر يقولي في أي وقت. وبس stay tuned.